ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ادينا اهو زي ما وعدتكم هنزل لكم فيديو على طول. النهارده بقى جايبين ايه؟ السبيت. بص، انا اول مره اجيبه في حياتي. انا ما اعرفش المقاس ده كويس ولا وحش. بس حبيت ان انا اعمله معاكم خطوه بخطوه. ولو انتوا بتعملوه بطريقه غير كده اكتبوني في الكومنتات انتوا بتعملوه ازاي، علشان بجد انا عاوزه اعرف هو بيتعمل ازاي. تمام. انا ما لقيتش غير المقاس ده في السوق. ف قلت اجربه، حتى ما جبتش كتير. المهم بدأت ان انا كده اطلع الرجول بتاعته. هي صغيرة ملهاش اي 30 لازمة، فرميتها. طلعت سلسلة الظهر، بس هي كانت متكسرة جوه فضايقتني قوي وانا بطلعها. وبعدين رحت ايه، شلت القشرة كده بتتشال بكل سهولة، ورحت مكحتاها بالسكينة برضو علشان ايه المادة اللي فوقيها ديت تتشال. ورحت قلباها وشلت برضو اللي جوه. تمام. آه يلا بقى قبل ما نكمل الفيديو، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا بتشوفوني من على اليوتيوب، ولو بتشوفوني من على الفيسبوك ما تنسوش المتابعة. وبجد بتنوروني بالاشتراك بتاعكم. و... وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات كمان هو ليه اسم غير الكاليماري ولا ايه. تمام. آه بصوا كده برضو انا بنضف اهو تاني واحدة معاكم. كانت متكسرة قوي سلسلة الظهر، فكانت مضايقاني فعلا، كانت بتتشال معايا بصعوبة. انما القشرة اللي بره بصوا بتتشال بكل سهولة. بصوا كحته كده زي الممبار، زي ما بنعمل الممبار كحته. يعني عايزة اقول لكم كان بينزل بلاوي يعني. فانا عملته كده على قد ما اقدر. هو باين، انا لما عملت سيرش عليه لقيت ان في ناس بتقليه وفي ناس بس متهيألي ان هو ليه كذا حجم. بس انا فعلا ما لقيتش غير الحجم ده في السوق. ف... فلقيت في ناس بتقليه وباين بيقولوا عليه ان هو اسمه سبيط. المهم يعني انتوا لازم تكتبولي في الكومنتات الطريقة اللي انا عملته ده صح ولا غلط، وليه اسم تاني ولا اسمه كده اللي بقوله صح. تمام. كده بعد ما خلصت الكمية معايا كلها رحت حاطة بقى ايه، دقيق و... ورحت حاطة ملح عليه. عملت له زي محلول نقع كده علشان يتنقع فيه، وشوية خل عشان الزفرة كلها تتشال. وقعدت اعجن 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 فيه وسبت طبعا شوية يقعد في الخلطة دي علشان كل الزفرة اللي فيه تتشال. تمام. المهم كده انا كنت خلصت وشطفته. كده انا حضرت معايا ايه، بصل وفلفل الوان وطماطم. بصوا انا قطعته حلقات والثوم. تمام. هروح بقى في طاسة على النار هحط معلقة ثوم وشوية زيت، وهقوم نازلة يعني هديله تشويحة كده، تشويحة كده بسيطة. تمام. وهقوم ايه نازلة بالكاليماري عليه. بصوا الكاليماري ده ليه فوايد تحفة 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 تحفة. بس انا بجد يعني انا يعني مش عارفة هو المقاس اللي انا جبته ده صح ولا ايه. بصوا كده التوم بدأ ياخد لون، رحت نازلة عليه بالكاليماري. انا عايزة اقول لكم انا عشان اول مرة اعمله انا ما كترتش، يعني انا جبت ربع، ما جبتش اكتر من ربع اصلا. رحتي مدياله تشويحة مع التوم. طبعا لازم النار تبقى عالية علشان ما ينزلش مية. هنا بقى نزلت بالبصل. انا طبعا اختصرت لكم وجبت لكم الحاجة متقطعة، مش هنقعد نفتي بقى ونقول بتتقطع ازاي، مش عارف ايه، كلنا عارفين الخضار بيتقطع ازاي. المهم رحت نازلة عليهم بالبصل.
اديتهم تشويحة كده وسبتهم على النار شوية. بس عايزة اقول لكم يعني هو كان تحفة. نزلت بقى ايه بمكعب ماجي، قلت علشان ياخد ايه الطعم دلوقتي. بس مش عارفة ليه الطاسة اتحروقت كده، مش عارفة ليه وانا بعمله. هنزل بقى بالفلفل واديله تقليبة برضو كده اشوحه. تمام. انا عايزه اقول لكم بجد بجد كان نفسي اوريهولكم في التقديم، بس للاسف النور قطع ومعرفتش ان انا اصور و... والعيال كانت جعانه وقعدنا كلنا، فسامحوني سامحوني بجد. النور ده مشكله كبيره قوي قوي قوي. طبعا في ناس بتعصر الطماطم وتحطها، وفي ناس بتحطها مكعبات، وفي ناس بتقطعها شرايح. انا حبيت ان انا اقطعها زي ما انتم ما شفتوها كده شرايح. كده انا نزلت بشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه كزبره. وحطيت معلقه ملح علشان كنت حاطه طبعا مكعب ماجي، فمرضتش ان انا اكتر الملح. وشويه سكر علشان انا هنزل بالقوطه. زي ما قلت لكم قبل كده ان القوطه ما ينفعش تبقى في اي اكل وما فيهوش سكر عشان يضيع الحموضه. تمام. ان طبيعه القوطه بتعمل حموضه، فشويه السكر اللي بتحطوهم بيقلل الحموضه في الاكل. كده بقى ايه رحت مدياهم تشويحه كده شويه لغايه ما الفلفل دبل، وهقوم نازله عليهم بقى بالطماطم. تمام. طبعا من غير ميه ومن غير حاجه خالص خالص. هو كل ده هينزل ميته مع بعض وهيستوي اصلا في بعض. مفروض ان في الاخر هندخلهم الفرن ياخدوا وش. بس للاسف انا معرفتش اصور لكم اللقطه دي علشان خاطر النور بجد قطع، سامحوني. كده انا غطيته. بصوا هو استوى مفيش استوى كده في بعض. بصوا الطماطم نزلت المية بتاعتها. هركنه بقى على جنب وهاجي بقى على ايه. بصوا المفيد بتاع الاكلة كلها. حطيت معلقة توم في شوية زيت وعليهم شوية كزبرة زي طشة الملوخية كده. تمام. اول ما طبعا هتتحمر هقوم نازلة عليها بالطشة، وهحط كيس صلصة. برضو انا مش عارفة دي اتصورت معايا ولا لأ، بس انا حبيت اقول لكم علشان خاطر ايه، يعني اللي هيعمل الاكله يعملها مظبوط. تمام. آه الطشه دي بجد فرقت جدا في الطعم. الطعم كان تحفه. بصوا هي عملت كده، رحت ايه طشاها بقى واديتها تقليبه. هنزل بقى بكيس الصلصه وهقوم مدخله الفرن ياخد لون، وهنطلع ناكل. وسامحوني على اخر لقطه ان هي ما اتصورتش. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك بتاعكم. باي باي.